من خلال الفيديو ده يا صاحبي هنتكلم عن حقيقة نزول بدلة القبطان وكل حاجة، لأن بصراحة كلام كتير جالي على التليجرام وعلى الانستجرام. يا أزارو، هل بدلة القبطان هتنزل تاني عندنا ولا لأ، وفي الاسترداد وبعملات والكلام ده؟ تعالى يا صاحبي نتابع مع الفيديو، يعني مع بعض الفيديو للنهاية، وأقول لك كل حاجة بالعقل كده، وإن شاء الله هفهمك كل حاجة في وقت بسيط جدا. بصراحة أنا ما طلعتش في سكام، لأن يعني الموضوع مش مستاهل. وطبعا يا صاحبي قبل ما أتكلم في أي حاجة، أتمنى بس تصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا لو عايز تشحن اكواد شحن شدات ببجي مجانا يوميا، انا بنزل اكواد في الكومنت المثبت بعد نزول الفيديو ب5 دقايق، فاعمل لايك للفيديو ده واشتراك في القناه وفعل الاشارات على الكل عشان تلحق الاكواد. اهم حاجه تفعل الاشعارات، لان طبعا الفيديو بينزل على طول الكود في الكومنت المثبت، او بعد الفيديو ب5 دقايق بينزل كومنت مثبت. طيب عشان ما اطولش عليك، تعالى يا صاحبي بقى نتكلم في الفيديو بتاع النهارده ونتكلم في شرح النهارده. اولا كده خلينا نتكلم اول حاجه عن بدله القبطان. والله بالصدفه وانا بسجل كده يا صاحبي، زي ما انت شايف قدامك كده، جه عندنا اهو، يعني جالي صندوق او اسقاط جو محظوظ في موجود هنا بدله وسترة الطيار. اقدر مثلا اشتريها ب 2160 عمله جي، ولكن بصراحه انا مش عايزها، مش لازماني. ممكن اشتريها لان طبعا الناس كلها اشتريتها كده كده وما بقاش ليها لازمه. طيب في ناس كتير بقى كانت بتقول ان طبعا بدله المطافي وبدله القبطان وبدلات كتير وبدله الهام هينزل، اللي قال لك هينزل في اسقاط جو محظوظ، واللي قال لك يا صاحبي هينزل طبعا في عملات الاسترداد، اللي هي خلينا بس اخش على المخزون هجيب طبعا عملات الاسترداد. زي ما انت شايف قدامك كده يا صاحبي، لو ضغطنا على الاستخدام هنلاقي هنا عندنا طبعا سكنات كتير جدا. كان نزل عندنا سكنات كتيره جدا. الناس بقى توقعت ان طبعا هينزل بقى القبطان ومش عارف ايه، لان طبعا اللبسه دي نزلت والكلام ده، وكانت لبسه نادره برضو، واللبسه دي بتاع الموسم الثاني وحاجات كتير جدا، والبنطلون بتاع الموسم الثاني، حاجات كتير نزلت يا صاحبي نادره، ولكن نزلت هنا باسترداد عملات الموسم. طيب الكلام الاكيد بقى لحد دلوقتي، يعني انا بكلمك بنسخه او النسخه بتاع البيتا، ان مفيش اي حاجه من الكلام اللي اتقال صحيح ان بدله القبطان هتنزل. لسه يا صاحبي مفيش كلام اكيد انها هتنزل. انا معاك ان مثلا نرجع عندنا في طبعا استرداد الموسم، طبعا لو رجعنا هنا وجبنا الرويال باس، معاك ان رجع عندنا فيس البنت، ومعاك ان رجع عندنا حاجات كتير جدا يا صاحبي. ولكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، ان بدله القبطان كانت نازله بتقدر تحصل عليها مقابل نقط الار بي، يعني نقاط الار بي اللي انت شايفها قدامك ده صاحبي بتقدر كنت تحصل على بدله القبطان من خلالها. فلو نزلت انا متاكد ان هي هتنزل صاحبي في صناديق الاسترداد اللي انت شايفها قدامك دي، يعني زي الصندوق ده هينزل طبعا بدله القبطان او ايا كان البدله يعني اللي انتوا بتتكلموا عليها، او بدله المطافي، لانهم اصلا زمان نزلوا يا صاحبي في عملات او نقاط الار بي. وبكده يا صاحبي انا وصلت لنهايه الفيديو، يعني من الاخر كده مفيش حاجه لسه اكيده، ما تسمعش لاي حد. الاخبار الرسميه يا صاحبي لو في حاجه زي كده اكيد انا هنزل عنها في القناه، وكمان هتكلم عنها في التليجرام قبل ما اي حد ما يتكلم عنها كمان. وطبعا يا صاحبي في حاجه هنا مهمه برضو، عندنا تغير السيزون القادم على رقصات الار بي، اللي هو بتقدر تشتري مثلا الار بي اللي هو ب 960 شده. طبعا الرقصات دي هيتغير منها رقصات كتير جدا، وهينزل عندنا ان شاء الله رقصات جديده. وكده يا صاحبي انا وصلت لنهايه الفيديو، اتمنى لو وصلت، لو استفدت مني انزل اعمل لايك الفيديو، اشتراك في القناه وفعل الاشعارات على الكل. اشوفكم في فيديو اخر، مع السلامه.